السلام عليكم، معكم اسماء في مطبخ اسماء. هنعمل بقى النهارده القشطه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، هنحولها الى زبده، والزبده هنسيحها على النار ونحولها الى سمنه بلدي. القشطه دي انا بعملها ازاي، بجمعها ازاي؟ بجيب اللبن بحطه زي ما هو كده في التلاجة لمده يومين، وبعد يومين باخد الوش بتاعه وبحوشه لمده مثلا زي ما حوش بقى. بتحتفظي بالقشطة عادي في التلاجة او في الفريزر، بس غطيها، بتقعد معاكي حوالي، بتقعد فترة جامدة جدا يعني، مفيش اي مشكلة لحد لما تحوشي كمية محترمة كده من القشطة. وبعد كده هنبدأ نعملها ايه، هنبدأ بقى نعملها، نحولها الى زبدة وسمنة. هجيب الاول الكبة، اي كبة عندك او اي عجان. لو مش عندك الكبة دي ممكن نستخدم برضو العجان اللي هي السلاح اللي بنعجن بيه. فانا عندي الكبه دي، السلاح البلاستيك ده انا بستخدمه للعجن. تمام، بجيبه وابدا انزل القشطه، وابدا بقى على اعلى سرعه الاول، وهبدا ان انا هشغل الكب على اعلى سرعه. تمام، هشتغل بقى كده لمده دقيقه. على فكره هي متاخدش معاكي وقت، على فكره يعني ممكن خلال دقيقتين بتبقى مخلصه الزبده وبتبقى فاصله معاكي. هبدأ الأول حاجة هعمل على أعلى، هشغل الخلاط على أعلى درجة. هتبدأ بقى تلاقيها ايه، تقلت معاكي. هوريك القوام بتاعها دلوقتي اهو. ده بعد ما بقت تقيلة معاكي تبقى عاملة زي الكريم شانتيه كده يعني. ممكن كمان تاخدي منها شوية لو بتحبي القشطة كده زي ما هي. تاخدي بقى شوية، حابة تحطي لها. طيب انا بحتفظ باللبن من غير ما اغليه، يعني انا بحط اللبن في التلاجة من غير ما اغليه ولا اي حاجه، بحطه لمده يومين وبعدين باخد الوش بتاعه، وبعدين اللبن بحط عليه منفعه وبعمله جبنه. ان شاء الله ابقى اعمل معاكم الجبنه في فيديو تاني، وهوريكم الطريقه ازاي انا بحوش القشطه دي. بعد كده ببدأ ان انا بقى ايه، اول ما تتقل معايا كده زي ما انتوا شايفين، ههدي السرعة بتاع الخلاط. لما تتقل معاكي عشان هتبقى تقيلة شوية على الخلاط، بهدي السرعة بقى، بعملها على سرعة منخفضة خالص لحد لما، زي ما انتوا شايفين كده انا خفضت السرعة لحد لما تبدأ تخرز معايا، او تبدأ ان هي الزبدة تجمع معايا. تمام، اهو بعد ما بدأت تجمع معايا زي ما انتم شايفين اهي، الزبدة بدأت تظهر معايا وبدأ يبقى فيه سوائل. اول ما تلاقي فيه سوائل كده وبدأت الزبدة تظهر معايا، هبدأ في المرحلة دي عادي جدا هعلي برضو سرعة الخلاط، هعلي السرعة مرة تانية عشان الزبدة بقى تجمع معاكي. مش هتكمل، عايزة اقولك نص دقيقة وهتلاقيها جمعت معاكي. بس انا بوريكم المرحلة دي اهي، بدأت خلاص الزبدة تجمع، بتعمل حبيبات كده زي ما انتم شايفين اهي. عملت معايا زي حبيبات، شايفين؟ بدأت تخرج معايا وتعمل معايا حبيبات، عشان هتبدأ بقى ان هي ايه، تجمع معايا وتكون، وهتنزل بقى الايه، اللبن بتاعها او السائل اللي موجود في الزبدة هيبدأ ينزل بقى. بعد كده ما هو عدى عليها حوالي كده نص دقيقة زي ما انتم شايفين كده، خلاص هي جمعت معايا كده خلاص. هديها بس ضربة تاني عشان تتجمع معايا اكبر قدر ممكن من الزبدة اهو. شايفين السائل بقى بتاعها نزل اهو، والزبدة اتجمعت معايا. هبدأ بقى ان انا هكورها وهنحطها على النار ونسيحها. اهم حاجه يا جماعه لما نسيح الزبده على النار، لازم تبقي واقفه جنبها على البوتاجاز وما تسيبهاش، لانك لو سبتيها هتفور معاكي في الاول وهتبهدلك البوتاجاز. فاحنا الافضل ان احنا نقف جنبها، وبعد كده ممكن بعد ما تقفي جنبها يعني وتسيح، ممكن تهدي عليها النار وتسيبيها. لو انت مش عايزه تقفي جنبها، هدي عليها النار خالص وسيبيها. هبدأ بقى ان انا هكورها كور كده ايه، متوسطة كده. هبدأ اطلع شوية وهبدأ اكور زي ما انتم شايفين كده، ادوس عليها عشان اصفي منها الايه، السائل اللي نزل منها. لازم أنا اطلع منها السائل كده وهكورها واجمعها، يعني بجمع الكورة كده على بعضها. عملت معايا حوالي 4 أو 5 كور، هتشوفوا معايا دلوقتي. ببدأ بقى ان انا احطها في حلة وهسيحها معاكم دلوقتي، وهوريكم ازاي بحول الزبدة دي، بحولها الى ايه، سمنة بلدي. طبعا ممكن زي ما قلت لكم تعمليها في الكبة زي ما انا عملتها كده، بس هنعملها بالسلاح بتاع العجين. لا اما ممكن نعملها اهو، كونت معايا بتاع 5 حتت. لا اما ممكن نعملها في العجان، يعني في العجان برضو هتفصل معاكي قوي وهتبقى حلو. هبدأ بقى ان انا هجيب حلة عشان احط فيها الزبدة، عشان نسيحها على النار ونحولها الى ايه، سمنة بلدي. ارفعها بقى على النار
هبدا بقى ان انا اخليها على نار عاليه خالص جدا، اعلي النار عليها وهبدا ابقى واقفه جنبها ما اسيبهاش، لان الزبده لو ساحت معاكي وسبتيها في المرحله اللي انت شفتيها فيها دلوقتي دي تبدا تفور معاكي على البوتاجاز زي اللبن كده، بتفور معاكي وهتبهدلك البوتاجاز ومش هتستفيدي حاجه. فاقفي جنبها وما تسيبهاش، اعتبريها كانك بتغلي لبن بالظبط. اول بقى ما تبدا تسيح معاكي كده هتبدا ان هي تعلى معايا، وهتبدا بصوا شايفين هتبدا تعلى معايا وتفور كانه لبن بالظبط. دي في اول مرحله. اول ما تبدا تعلى معاكي كده وتفور هنبدا بقى نهدي النار خالص عليها ونقلب بالمعلقه عشان انا عايزاها تبدا تنزل تاني. هنهدي النار خالص وهقلب بالمعلقه كده لحد لما تبدا تهدى معايا وتنزل معايا ايه لتحت وتهبط معايا مره تانية. هتلاحظوا بقى اهي زي ما انتم شايفين بتبدا ان هي ايه تنزل معايا وتهدى معايا في التقليب، لان انا لما بقلب بطلع البخار اللي فيها فبتبدا ان هي والسخونه اللي فيها فبتبدا ان هي ايه تهدى مره تانية اهي. اول ما تهدى معايا كده بعلي النار مره تانية، هي هتفور معاكي مره او اتنين وبعد كده خلاص هتلاقيها ما بتفورش معاكي تاني حتى لو النار عاليه عليها. تمام. هتفور معايا مره تانية اهو. اول ما عليت النار بدات تفور معايا مره تانية. ههدي برضو النار عليها وهقلب. خلي بقى ايدك فيها، ممكن على فكره تقلبي وهي النار عاليه برضو، قلبي قلبي قلبي. تاني مره ممكن تهدى معاكي، لو ما هدتش معاكي هدي النار. انا طبعا هنا هديت النار وطيتها خالص وبعدين اشتغلت فيها بقى ان انا اقلب فيها عشان تبدا تنزل معايا مره تانية. تمام. تالت مره بقى انا عليت النار وخليت ايدي فيها، عليت النار وخليت ايدي فيها بطلع الهواء منها لحد لما تعمل معاكي زي ما انتم شايفين كده. خلاص هي كده مش هتفور معاكي تاني، هتلاقيها بدأت تعمل معاكي زي فقاقيع كده. تمام. فخلاص اول ما توصل معاكي للمرحله دي تلاقي فيه فقاعات كده زي ما انتم شايفين اهي. خلاص هي كده مش هتفور معاكي حتى لو النار عاليه عليها. انا قلبت كده خلاص اتاكدت ان هي مش هتفور تاني والنار عاليه عليها. انا هنا في المرحله دي معليه عليها النار، ببدأ ان انا اقلب. شايفة اهي مفيش اي فوران بيحصل معايا خلاص. ببدأ بقى اسيبها على نار عالية عشان تنجز معايا. والسمنة برضو ما تسيبهاش، يعني ممكن دقيقتين تلاتة وتبصي عليها، كل دقيقتين تلاتة تبصي عليها. ما تسيبهاش عشان ما تنسيش السمنة، لان السمنة لو سبتيها على النار والنار عالية عليها ممكن بعد ما تسيح مع يعني بعد ما توصل للقوام اللي احنا عايزينه خلاص ممكن تتحرق معاكي ولونها يغمق وما تبقاش حلوة خالص. فشايفين هي خلاص هنا خلاص بدأت خلاص السمنة كده خلاص ساحت معايا ووصلت كده للقوام اللي انا عايزاه. هبدأ بقى في المرحلة دي ان انا بقى هطفي النار عليها، هطفي النار عليها وهسيبها تهدى تماما. يا ريت بقى لو وصلتي معايا الفيديو لحد هنا متنسيش تعملي اشتراك في القناة لو لسه اول مرة تشوفي قناتي، وفعلي الجرس بالكل عشان يوصلك كل فيديو. وما تنسيش كمان تعملي لايك حلو منك تشجيعا ايه منكم ليا على الفيديو. انا هنا بوريكم السمنة اهي زي ما انتم شايفين. اول ما هتهدى معايا من الرغاوي دي السمنة هتبان معايا. هسيبها بقى تهدى خالص وتبرد معايا وبعد كده هحطها في الايه في برطمانات. بتحتفظي بقى بيها في البرطمانات. الكمية دي عملت معايا حوالي زي ما انتم شايفين برطمانين كده. وابدأ ان انا هقفلهم بقى واسيبهم. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.